السلام عليكم. ازيكم حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهارده البسبوسه هشه طريه وكمان مرمله. يلا نشوف مقادير البسبوسه ومكوناتها ايه. يلا يا حبايبي نشوف مكونات البسبوسه بتاعتنا ايه. معانا نص كيلو من الدقيق السميد، ونص كيلو كوبايتين اتنين. معانا شويه لوز، معلقه كبيره هرميه دقيق، معلقتين جوز الهند ناعم، معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقتين عسل نحل، كوبايه الا ربع لبن حليب، نص كوبايه سمنه او زبده، نص كوبايه سكر. دي مكونات البسبوسه بتاعتنا، لا اكتر ولا اقل. يلا يا حبايبي نشوف هنعمل فيها ايه. كده خلاص السكر اتكرمل معانا اهو، لونه ذهبي اهو. هننزل عليه بقى باللبن، كوبايه الا ربع لبن. ننزل بقى بالسمنه، كوبايه الا ربع سمنه، ونقلب برضو. اي حاجه تنزليها قلبيها. ننزل بمعلقتين العسل النحل، احلى بسبوسه تاكليها ان شاء الله. نقلب برضو كده مع بعض. ونقلب كويس برضو. كده الخليط بقى بتاعنا تمام. كده حطينا في البوله نص كيلو سميد مع معلقه دقيق كبيره مع معلقه صغيره بيكنج باودر. نطفي بقى الخليط بتاعنا، وننزل بقى بالخليط ده على السميد بتاعنا ونقلب كويس. نقلب كويس لحد ما يتجانس كله مع بعض، لحد ما السميد يشرب الخليط. هنجيب صينيه بقى يكون حرفها واطي، صينيه البسبوسه، وهننزل وندهنها سمنه، وهننزل عليها بالخليط. هنفرد بقى الخليط بتاعنا كده في الصينيه. نجيب بقى البندق بتاعنا ونرصه. هندخل الصينيه في الفرن اللي ايه على الرف الوسطاني. الشربات بتاعنا غلي خلاص خلي. هنطفي عليه، نحط بس شويه فانيليا على حرف المعلقه كده ونقلب. ندفع عليه بقى وندفع البسبوسه ونطلع الصينيه من الفرن. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، احلى بسبوسه تاكلوها ان شاء الله في حياتكم. يلا بقى نسقي البسبوسه بتاعتنا. بسم الله. لازم تسقي البسبوسه وهي طالعه سخنه من الفرن، الشربات سخن والبسبوسه سخنه. البسبوسه شربت الشربات على طول كده، يبقى البسبوسه ايه ما شاء الله ناجحه معاكي. ودي صينيه البسبوسه بعد ما طلعت من الفرن. جربيها ان شاء الله مش هتبطلي تعمليها. زي ما انتم شايفين كده جميله جدا ومرمله ما شاء الله، جميله جدا.
جربيها ان شاء الله تعجبك جدا. ولو عجبكم الفيديو لايك واشتراك في القناة لو اول مرة تشوفوها. تحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.